جاني واحد المقال الصحافة اليومية، الصحافة المحترمة، كتبت واحد المقال خلعني. اش كتقول فيه؟ كتقول بأن المجلس البيئي والاجتماعي والاقتصادي، المجلس الاقتصادي مجلس والاجتماعي والبيئي، كونسي ايكونوميك سوسيال اي انفيرونمونتال، يعني المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي. نعم. دار واحد، كلف واحد الشركه قامت بواحد البحث. تخيلي معايا، والمغاربه شدوا في راسكم مزيان باش تبقاو تعرفوا الظروف، باش تبقاو تعطيو ظروف التخفيف لبعض الناس في الشارع. تخيلوا معايا بانه مغربي على كل جوج المغاربه مصاب بامراض عقليه، يعني 48% من المغاربه مصابين بامراض عقليه. هذا المقال. عقليه ولا نفسيه يا دكتور؟ لا مونتال، نفسي، لا مونتال، عقليه. كان اليوم الوطني للسلامه النفسيه، الصحه النفسيه يوم امس 10 اكتوبر. لا البارح اليوم كان اليوم نعم 10. انا كنهضر على البحث اللي دارت امراض عقليه سميتهم بالفرنسيه لي تروبل مونتو. 48% من المغاربه. البحث دار على 15 سنه فما فوق، واحد العدد من المواطنين المغاربه. فقلت ارى نشوف الا كان عندنا 48% من المغاربه مصابين بامراض عقليه، وراه مشيت نترجم لي تروبل مونتو، حيت المقال مكتوب بالفرنسيه. لي تروبل مونتو لقيتو امراض عقليه. انا غادي نزيد ناكد هذه المعلومه هذه، لان هادشي هذا فما نستعنوا باطباء مختصين دكتور. لا دابا نعطيك، انا نخلي الاطباء غادي يهضروا تقنيا. انا نقول لك دابا غير المعلومه اشنو عطاتنا اطباء 48% امراض عقليه. اذا قلت انا كيفاش دابا اذا 50%؟ ارى نشوف شنو عندنا حنا في الاطباء، وقد تنبحث عاوتاني وانا نلقى بان واحد المقال منشور في يعني في الصحافه ايضا المحترمه يوم 17 يوليوز 2022 تتقول بانه عندنا 343 طبيب نفساني في المغرب، و214 من علماء النفس. من بينهم من هذه 214 200 يشتغلون في القطاع الخاص، و1335 ممرض في طب النفس، و16 طبيب نفساني للأطفال، و14 مساعدا اجتماعيا، و64 طبيبا مدربا في علاج الإدمان. كما يتوفر المغرب على 197 معالجا بالنطق، و36 اخصائيا حركيا نفسانيا. شوف العدد اللي عندنا ديال الموارد البشريه في الاختصاص، وشوف العدد اللي عندنا ديال الاضطرابات النفسيه ولا العقليه في المغرب. فإذا ما كانش دابا هذا الموضوع يهدى باهميه في رؤيه وفي استراتيجيه الحكومه، اشنو هي المواضيع الاخرى اللي غادي يمكن يهتم بها اكثر؟ زعما هاد الحكومه الله يكون في عونها وحق الله. تنشوف بدات بالجفاف وزادها حرب اوكرانيا وروسيا اللي كوفيد اولا دكتور، ازمه كوفيد، واحد الشهر عام في كوفيد، في كوفيد، الجفاف، الحرب، غلاء المعيشه، ومع الله شنو مازال جاي. وتزيد تجي تعطينا اخبار بحال هكا تقول لنا 48% ديال المغاربه مصابين بامراض نفسانيه ولا امراض عقليه، والموارد اللي عندنا هما هادو. اذن شنو كتخيل انك ملي تكون غادي في الشارع خصك ترد بالك، ملي تكون كتسوق خصك ترد بالك، ما تعتبرش بان داك اللي كيسوق راه بعقله 100%. يمكن بشري 123 تراجعنا عاوتاني بنقطه. علاش اخويا؟ واش اخوتي هذه ما كتستحقش نقاش وطني وبرلماني تجمع دغيا، والاحسن تخرج بلاغات ودير ندوات ونطرحوا شي نقاش فكري ومغربي؟ مالنا حنا هاد 20 عام وحنا جالسين كان مال المغرب ما بغاش يتزعزع من بلاصتو. اوراش كتخسر، والمشاريع كتحط، والفلوس كترشد، وتسلف البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي، والضرائب على المغاربه، وكل مره كتبان اطروحه. وهاد التنميه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ها المشاريع، ها الجهويه، ها الاقتصاد، ها كذا، علاش ما قدرناش؟ فين كاين الخلل؟ هذا واش هذه فاجعه؟ ماشي 123 واش فاجعه ولا ماشي فاجعه؟ دول متخلفه وكتعيش حروب وجات تحسن منا في الترتيب. هذا ما كيسائلش ضميرنا الجمعي، حاكمين ومحكومين. ما نفتحوش هذا النقاش.
بدون سيدي لا اتهامات ولا مس بالاعراض ولا والو. فين كاين الخلل؟ اولا لما كنتكلموا على المجتمع ديالنا وكنوصفوه، راه ما كنوصفوهش بشكل ارتجالي، راه بناء على دراسات. لما كنتكلموا على النفاق الاجتماعي كنتكلموا على ظاهره وليس اننا نسب المجتمع. نكون واضحين، راه عندنا دابا جوج ديال الدراسات دوليه تصنف المغرب في الرتبه الاولى في الغش والرياء، وهذا خطير جدا. مجله ناتشر 2017 ومجله سيرانس 2019 يوليوز 2019، جوج دراسات علميه درست عديد من دول العالم، وجعلت المغرب هو الاول في الكذب والغش والنفاق. ايوا نقول لهم كتسبونا؟ لا، خاص الحكومه والبرلمان يجتمعوا ويقولوا كيف صارت لنا هذه الصوره في العالم، لانها صوره خطيره جدا. ولهذا ما كنستفزوش المجتمع بمعنى المجاني، نستفز المجتمع وتكون عندنا الجرأة لكي نقولها كذلك.